اهلا بيكم. والنهارده هنعمل الموسم الاول من مسلسل جامد جدا اسمه مارفل راناويز. وقبل ما نبدا ما ننساش نصلي على النبي ونعمل لايك ونشترك في القناه عشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. بيبدا المسلسل مع واحده اسمها ديستني واللي كانت ماشيه في حته مقطوعه بالليل لوحدها، وبييجوا اتنين وبيتحرشوا بيها وعايزين يغتصبوها، وبينقذوها اتنين تبع كنيسه اسمها جيبوريم، وبعد كده بياخدوها معاهم. ويعدي 6 شهور على اللي حصل، وبتروح واحده اسمها ليزلي الاوضه، ولما بتدخل بيبقى فيه شخص بس جلده متقشر وحاطط حاجه على وشه، وبتقول له ليزلي انهم خلاص مستعدين ونروح لاكاديميه اسمها اطلس ويبقى فيها طلبه اغنياء. وواحده اسمها جاريت بتحاول تقنع باقي الطلبه عشان يشتركوا معاها في النادي اللي عاملاه، بس محدش من الطلبه بيعبرها ولا بيبص عليها حتى. وبيروح واحد اسمه أليكس بيكلم واحد اسمه تشيس وبيقول له لو يحب هو عازمه في البيت عنده النهارده، بس تشيس بيكلمه بعصبيه وبيقول له ان هو بعد كل اللي حصل ده اكيد مش هيرجعوا يتكلموا مع بعض تاني. وبتدخل بعدها جيرت في الموضوع وبتقول لهم انهم بقالهم كتير ما اتكلموش مع بعض من ساعه اللي حصل. وكمان بتيجي واحده اسمها كارولين وبتقول لهم انها مش فاضيه النهارده عشان عندها التزامات في الكنيسه بتاعتها. وبيبوظ الموضوع وبيمشوا كلهم من جنب أليكس. وبيروح بعدها تشيس وبيحاول يقنع المدرس بتاع الاسباني انه يعلي له الدرجه اللي هو واخدها، وان هو المرات الجايه هيحاول يجتهد ويذاكر اكتر، بس المدرس بيرفض وبيقول له يحاول يذاكر من دلوقتي وبالشكل ده ممكن يعلي درجاته المره الجايه. وبيتعصب تشيس وبتبقى شايفاها جيرت وبتقول له ان ما فيهاش حاجه لو سقط له في ماده يعني، بس تشيس بيقول لها ان باباه صعب جدا وهيهزقه لو عرف درجاته انه وحشه في الاسباني. بتقول له جيرت انها ممكن تساعده، وبيعرض عليها تشيس انهم يتقابلوا النهارده ويبداوا في الحصص. وبتفرح جيرت واللي شكلها معجبه بتشيس على الاخر وبتوافق فعلا على الميعاد. وبيروح بعدها أليكس وبيتكلم مع واحده اسمها نيكو وبيقول لها ان هو عايز يرجع الشله القديمه تاني، وشكله هو بس اللي بيحاول يعمل كده، وهو اكيد عارف انهم حتى لو رجعوا تاني مش هيبقوا زي الاول، بس هي مجرد محاوله عشان هم وحشوه وهي كمان وحشته. بس نيكو مش بترد عليه باي حاجه وبتعمل نفسها ما سمعتش الكلام اللي قاله وبتسيبه وتمشي. ونروح لمولي اخت جيرت واللي بطنها بتوجعها، وبتروح لدكتوره الاكاديميه واللي بتديها دواء وبتسالها لو كانت امها بتعاني من نفس الاعراض اللي هي بتعاني منها، وبترد عليها مولي وبتقول لها انها متبنيه واهلها ماتوا في حريق. وبتطلع الدكتوره عشان تجيب لمولي حاجه تشربها وبيتحول عيون مولي وبتقدر بايدها تتني الحديد وشكلها كده عندها قوه خارقه. وتروح كارولين للكنيسه عشان تعمل مقابله مع التلفزيون، وبتظهر هناك ديستني اللي كانوا هيغتصبوها الشباب، وبتقول لها انها بتشكرها هي والكنيسه بتاعتها على اللي عملوه معاها، وان هي محظوظه جدا عشان امها تبقى ليزلي. وبالليل بتستنى جيرت الغلبانه تشيس في المكان اللي هما متفقين عليه، بس هو بينسى الميعاد اصلا وبيروح حفله. وبتروح كارولين نفس الحفله بالليل هناك وبتقابل واحد وبيديها حبايه وبتاخدها منه وبيقول لها ان الحبايه دي هتحررها. وبتقلع كارولين الاسوره بتاعت الكنيسه وبتحس ان هي اتحررت من كل القيود اللي فرضها عليها امها، وتحس ان ايديها بتتلون وبتقع بعدها في الارض. وبياخد باله تشيس ان كارولين صاحبته القديمه اصحابها الجداد شايلينها وطالعين بيها على فوق. وبتبقى جيرت اخر واحده موجوده في الكافيتيريا وبتقعد تعيط عشان تشيس نفض لها. وبيدخل تشيس على اصحابه اللي واخدين كارولين وبيلاقيهم بيتحرشوا بيها وهي مغمى عليها، وبيبعدهم عنها بسرعه وبيقعد يضرب فيهم. وبعدها بياخد السوار بتاعها وبيلبسه لها، وبتفوق كارولين من الغيبوبه وبياخدها تشيس وبيطلعوا بره الحفله المريبه. وبيقعد أليكس بالليل بعد ما الليله اتضربت وشكله هياكل لوحده كل البيتزا اللي جايبها لاصحابه، بس فجاه جرس الباب بيرن، ولما بيفتح بيلاقي تشيس وكارولين وجيرت ومولي وبتحصلهم كمان نيكو. ويفرح أليكس لما يشوف الشله القديمه كلها جت من تاني، وبيقعدوا كلهم مع بعض بس ما بيبقوش عارفين ايه اللي هيعملوه. وبيبقى تشيس عايز يمشي من بيت أليكس وحاسس بان الموضوع مش هينفع، بس أليكس بيوقفه وبيقول له انهم ممكن يرجعوا علاقتهم كلهم تاني مع بعض، ولو مش عشانهم عشان خاطر ايمي. بس تشيس بيقول له ان هو حتى ما جاش الجنازه بتاعتها، لكن كارولين تقول له ان كل واحد بيحزن بطريقته وهم اصحاب عشان العائلات بتاعتهم يعرفوا بعض من زمان، ويروحوا عشان يطمنوا على اهلهم اللي المفروض موجودين في البيت برضه، بس ما بيلاقوش حد فيهم. وبتلاقي نيكو شنطه امها تينا موجوده، وبيروح على طول تشيس على الكحول وبيعمل كاس لجيرت وبيعتذر لها عشان نسي الميعاد بتاعها. ويروح أليكس عشان يديهم حامل للكوبايات عشان ما يبوظش العفش الغالي بتاعه، وبالغلط بيفتح باب سري ورا المكتبه، وبيستغربوا كلهم لما بيشوفوا الباب بيتفتح، وبيقرروا كلهم ينزلوا مع بعض ويحاولوا يعرفوا ايه اللي موجود ورا الباب. وبيقعدوا ماشيين لغايه لما بيلاقوا اهاليهم لابسين احمر وبيعملوا طقوس غريبه، وبيبقى في حاجز خفي بيكتشفوا أليكس بينهم وبين اهلهم وما بيقدروش يسمعوهم، ويبقوا كلهم ماسكين البنت اللي اسمها ديستني وبيشربوها حاجه وبعدها بيغمى عليها، وبعد كده بيدخلوها في تابوت وبيطلع نور جامد. وبتحاول مولي تاخد صوره من اللي بيحصل، بس الفلاش بتاع الموبايل بيفضحهم وبيجروا كلهم بسرعه من المكان. وبيلاحظ جيفري ابو أليكس الضوء، بس لما بيبص ما بيلاقيش حد. وبيكملوا جري كلهم بسرعه لغايه لما بيوصلوا للباب وبيبقى اتقفل وراهم، وبيحاولوا يزقوه بس بيبقى الباب تقيل، وبتتحول عينين مولي وبتزق معاهم وبيتفتح، بس محدش بيلاحظ ان هي اللي عملت كده. ويروح بسرعه أليكس وبيقطع الكهرباء عن البيت كأن في عطل وهو اللي سبب الفلاش. وبيدخل جيفري ومراته كاثرين على ابنهم أليكس واصحابه ويلاقوهم بيلعبوا
وتويستر وفرحانين وكأنهم ما عملوش اي حاجة. وبيطمن جيفري ان الولاد مالهمش دعوة باللي حصل، وبينزل وبيبلغ الاهالي وبيقول لهم ان اللي حصل اكيد من القاطع بتاع الكهرباء، ويبقوا أليكس وباقي اصحابه كلهم مش فاهمين اللي بيحصل ولا اللي بيعملوه اهلهم. وديستيني اللي دخلوها في التابوت دي ماتت ولا لسه عايشة. وبيروح فرانك جوز ليزلي واللي بتكون ليزلي بعدها عن كل اللي هي بتعمله، وفضوله بياخده لغاية لما بينزل أوضة مكتوب عليها برايفت، وبيحاول يفتحها ببصمة الإيد بس بيفشل، وبيكون فيها الشخص اللي جلده متقشر، وبيحس بخطوات فرانك اللي عايز يفتح الأوضة. وبيجيله واحد من الحرس اسمه فون وبيقول له إن المنطقة اللي هو فيها دي ممنوع حد يتواجد فيها غير مس ليزلي. يقول له فرانك إن هو كان عايز يشوفها وافتكر إنها موجودة هنا مش أكتر. ولما يرجعوا نيكو أهلها البيت تراقبهم وبتشوف أمها بتحط صولجان شكله غريب جوه صندوق إزاز، ويبعت رسالة أليكس ليهم كلهم وبيقول لهم إنهم لازم يتقابلوا بكرة عشان يفهموا اللي بيحصل بالظبط من أهلهم. وفي بيت جيفري بيشوف في الأرض توكة شعر على شكل قطة موجودة في أوضة المكتب بتاعه. وبنرجع بالزمن شوية لورا لمدة 10 سنين لما بيحصل حريق وبيروح فيه جين وأليكس أهل مولي، وبيزعلوا كلهم عليهم. وبتقول كاثرين لجانيت إنهم ماتوا بدري قوي قبل ما يعملوا أي حاجة، وبيبقوا مشفقين على مولي اللي أهلها ماتوا في لحظة. وبيشك جيفري في تينا عشان إيدها فيها آثار حرق، وبيقول لجوزها روبرت إن هو شاكك في مراته تكون هي اللي عملت كده، بس روبرت بيقول له إن إيدها اتحرقت في المطبخ وهم كلهم عيلة واحدة ومفيش سبب عشان تينا تعمل كده، وحتى لو عملت كده كان هو عرف وده ما حصلش. وبيروح ستيسي ودالي ويتكلموا مع مولي عشان ياخدوها تعيش معاهم. وبنرجع للوقت الحاضر وبتقعد مولي تدور على التوكة بتاعتها، وبتتعصب لما ما بتلاقيهاش وبتتحول عينها وبتقع على الدرج في الأرض. وبتدخل عليها جيرت وتقول لها مولي إنها مش لاقية التوكة وإن أمها هي اللي اديتها لها قبل ما تموت. وبيتحركوا كلهم في الميعاد والمكان اللي حدده أليكس، وبتوصل كارولين آخر واحدة وبتقول لهم لازم يشوفوا الرسالة دي، وبتكون رسالة من ديستيني بتكلم فيها كارولين اللي دخلت كلمتها امبارح، وبتقول لها انها في لندن في رحلة تبع الكنيسة وانهم هيتواصلوا قريب. وتشك نيكو في الصورة وتقول لهم ان الصورة دي ممكن تكون فوتوشوب، ويقول لهم أليكس ان هم لازم يعرفوا الحقيقة مع بعض عشان يفهموا اللي بيحصل من حواليهم. وتقول لهم كارولين انها ممكن تعرف لو ديستيني كانت في رحلة مع الكنيسة ولا لا. وتشيس هيروح للبيت عنده ويدور في حاجة اهله، وتقول جيرت انها هي هتروح معاه وعشان برضه تديله كمان حصة الاسباني. وأليكس هيعمل نفس الموضوع في البيت عنده، ونيكو برضه هتدور في حاجات امها. وتقول لهم مولي ان في حاجة تانية مريبة بتحصل في البيت عندهم، وان هي بتسمع صوت غريب جاي من البدروم بالليل وكأنه صوت وحش. بس باقي الشله ما بيصدقوش الخرافات اللي بتقولها مولي وبتسيبهم وهي متعصبه وبتمشي. ويوصلوا تشاس وجيرت البيت تشاس ويقعدوا يدوروا على اي حاجه تفهمهم اللي بيحصل، وبيلاقوا التابوت وبيبقوا خايفين يفتحوه احسن يكون في ديستيني وهي ميته. بس بتبص عليه جيرت بنضاره الاشعه وبتلاقيش فيه اي حاجه، وبيطمنوا هما الاثنين شويه. وبيروح جيفري وبيدي التوكه الغريبه لمراته كاثرين، واللي بتقول له ان التوكه دي بتاعت مولي وهي عارفاها. وبتطلع كاثرين حقنه غريبه وبتبقى عايزه تحقن بيها مولي، بس جيفري بيقول لها ان الحقنه دي ممكن تعمل حاجه لمولي وكمان ممكن تبوظ لها دماغها. تقول له كاثرين ان مفيش قدامهم حل غير ده، وهي هتقعد معاها وهتعرف لو هي اللي دخلت فعلا، وساعتها هتقرر تديها الحقنه ولا لا. وتروح فعلا كاثرين لمولي اللي بتبقى قاعده في كافيتيريا، بتقول لها ان هي كانت معديه من هنا وشافتها فقالت تسلم عليها. بتوريها كاثرين التوكه بتاعتها وبتقول لها ان جوزها لقاها عنده في المكتب، وبتقول لها مولي ان هي كانت بتدور عليها في الحمام وبالغلط دخلت اوضه المكتب. وعلى سيره الحمام هي بتبقى عايزه تدخل الحمام حالا، وتقوم بسرعه مولي وبتدخل الحمام وبتقفل على نفسها وبيتغير لون عينها وبتكسر الحمام، تطلع فوق وبتكسر الحديد اللي على الشباك وبتبقى فرحانه قوي بالقوه بتاعتها، بس فجاه بتقع في الارض مغمى عليها. ويروح أليكس على اوضه ابوه وبيفتح الباب بتاع المكتبه وبيتصل بابوه عشان يشوفه فين، بس ابوه بيقول له ان هو لسه واصل البيت. وبيقفل التليفون أليكس وبيجري بسرعه عشان يقفل الباب اللي مش راضي يتقفل. وبتتصل كاثرين بجوزها وبتقول له ان مولي دخلت الحمام وقفلت على نفسها وهربت، وده معناه انها شافت حاجه. وتبص كاثرين جنبها وبتلاقي مولي مغمى عليها جنب صندوق الزباله، وبتروح لها جري عشان تطمن عليها. وبيدخل أليكس على ابوه وبيقول له ان جه بدري، وبيتمشوا هما الاثنين للمكتب، وبيلاقي أليكس ان الباب قفل نفسه والمشكله اتحلت. وبتدخل كاثرين مولي للعربيه وبتفوق، وبتقول لها كاثرين ان هي مش مصدقه قصه الحمام. تقول لها مولي انها كذبت عليها فعلا، وباقي اصحابها بعتوها عشان تتجسس عليهم وتعرف هما لسه هناك ولا لا عشان يقدروا يطلعوا الكحول ويشربوه. وبتصدقها كاثرين وبتسيب الحقنه اللي في ايدها اللي كانت هتديها لمولي، وتروح كارولين للمؤسسه بتاعتهم وبتتصل بديستيني واللي بتلاقي تليفونها مقفول. وتشوف هناك فون وبتساله لو كان شاف ديستيني، يقول لها فون ان هي سافرت الرحله بتاعت لندن وشافها بتركب عربيه ورايحه على المطار. ونروح لروبرت اللي بيخون تينا مع جانيت مرات فيكتور، وبيبقى عايز يقول لهم كلهم انه عايز يبقى مع جانيت مرات فيكتور. وفي بيت جيرت يكون معاها تشيس، وبيدخلوا البدروم عشان يشوفوا كلام مولي صح ولا لا. وهناك بيلاقوا باب عملاق وبيقدر تشيس يفتحه، وبيخرج من الباب ديناصور وبيوقع تشيس على الارض، وبعدها بيبقى عايز يهجم عليهم، بس في اخر لحظه بيسيبهم وبيهرب بسرعه لما بيسمع صوت كلام
أليكس عربية، وبتروح ليزلي للشخص الغامض بجلد مقشر وبتسأله لو كان حاسس بأي حاجة جديدة. يقول لها إن هو مش حاسس بحاجة، وبتتصل بعدها تينا بليزلي وبتقول لها تشغل التلفزيون حالا. وبيجي في الأخبار إنهم لقوا جثة ديستني على شط البحر ومش عارفين مين اللي عمل الجريمة دي، وتقول ليزلي لتينا إنهم بكده عايزين يضحوا بحد تاني. تبدأ الحلقة واحنا بنرجع لورا شوية لما نيكو بتدخل على أختها إيمي وبتلاقيها انتحرت وبتصرخ على أمها من الصدمة، وبتيجي تينا بسرعة هي وروبرت وبيحاولوا يفوقوا إيمي بس بيكون الموضوع خلص. وبتسيبهم نيكو وبتدخل بسرعة على أوضتها وبتطلب من تليفونها الإسعاف، بس أمها بتدخل عليها وهي ماسكة الصولجان الغريب وبتعمل شوشرة على التليفون وبتخلي نيكو يغمى عليها. ولما بتصحى نيكو بتلاقي باب أوضتها مقفول من بره، ولما بتشغل الكاميرا بتاعة الصالة بتشوف أمها وهي بتدي واحد ضابط فاسد فلوس وبيقول لها إن هو هيهتم بالموضوع، وبتوقف الصورة عشان تعرف شكله إيه وبيبقى اسمه فولرس. ونرجع تاني للوقت الحاضر لما نيكو بيجي لها مكالمة من باقي الشلة وبيقولوا لها إن ديستني لقى جثتها على الشط، وبيقول لهم تشيس إن هو بقى شاكك في الناس كلها حتى في أهله، وبيحاول يحمي نفسه على قد ما يقدر وهم كمان يحاولوا يعملوا كده. وعند دالي وستيسي بيبقى هما الاتنين بيتخانقوا عشان فاكرين إنهم سابوا باب أوضة الديناصور مفتوح وعشان كده هو هرب، وما يعرفوش إن جيرت وتشيس هما اللي عملوا كده. وبتروح جيرت وبتشكر تشيس عشان ما قالش لباقي الشلة على موضوع الديناصور، وإن هي مش عايزة حد من أهلها يتأذي بسبب الموضوع ده، وهم أكيد بيجربوا حاجة على الديناصور ده. وبعدها بيجوا أصحاب تشيس وبيعتذروا ليه إنهم كانوا عايزين يتحرشوا بكارولين وهم كانوا بس شاربين شوية عشان كده عملوا اللي عملوه، بس تشيس ما بيقبلش اعتذارهم وبيشدوا مع بعض وبتقوم خناقة ما بينهم، وبيجي مدرس وبيفصل ما بينهم وبياخدهم معاه على مكتبه. وبتقابل كارولين جيرت وبتقول لها تيجي معاها على البيت عشان يدوروا على أي حاجة ممكن تفيدهم. ولما بيروحوا البيت بتلاقي كارولين اللابتوب بتاع أمها وبتبقى الملفات اللي عليه مشفرة، وبتاخد جيرت الملفات المشفرة على فلاشة وبيقفلوا بسرعة لما حد بيخبط، بس بيبقى تشيس وصل. ويدخل تشيس بيت كارولين بعد ما بتسيبهم جيرت لوحدهم، وبتقول له كارولين ان هو جه في وقته لان هي عايزة تجرب حاجة وخايفة تجربها لوحدها. وبتقلع كارولين السوار بتاع الكنيسة وفجأة بيتحول لونج اسمها الألوان الطيف وبيستغربوا هما الاتنين. وعند مولي في البيت بتسمع صوت غريب وبتتحرك عشان تشوف الصوت ده جاي منين، وبتلاقي في وشها الديناصور وعايز يهجم عليها، بس مولي بتتحول عينيها وبتديله برجلها وبيخبط الديناصور في الحيطة وبينزل على الأرض، بس بيقوم وبيبقى عايز يهجم عليها تاني. وبتلحقها أختها جيرت واللي الديناصور بطريقة غريبة بيسمع كلامها ومش بيعمل لها أي حاجة. وبيدخل دالي وستيسي البيت وبيشوفوا الديناصور قدامهم، وكمان جيرت ومولي بيتصدموا ويدخلوا كلهم تاني الأوضة، وبتبقى جيرت فرحانة عشان عندها ديناصور وكمان بيسمع كلامها. وبيستغربوا دالي وستيسي لما بنتهم بتقول كده، وتقول ستيسي إنهم جابوا الديناصور ده هنا عشان يعملوا عليه شوية تجارب. وبتبعت جيرت الملفات المشفرة لأليكس اللي كان قاعد مع نيكو في الكافيتيريا وبيقدر يفك التشفير بتاعها، بس بيلاقي عربيته في حد بيلعب في جهاز الإنذار بتاعها وبيخرج بره. وبتكلم نيكو كارولين وتقول لها إن أليكس قدر يفك شفرة الملفات، وبيعرفوا منهم إن أهاليهم سفاحين وإن أمها كانت بتختار الضحايا لمدة 15 سنة. وبتطلع نيكو وهي بتكلم كارولين في التليفون ورا أليكس، وبتلاقي عربية سودا كبيرة خطفته، وبتتصدم نيكو بتقول لكارولين على اللي حصل. ونرجع بالزمن 18 سنة لورا لما كان جيفري مسجون، وبيجيله واحد اسمه جون على السجن في حضور المحامية بتاعته واللي هي مراته حاليا كاثرين، ويقول لجيفري إن هو عنده ليه صفقة مهمة وعايز يشتري الأرض بتاعته ب5 مليون دولار. وبيستغرب جيفري وبيقول له إن الأرض بتاعته ما تساويش المبلغ ده وأكيد في حاجة كده ورا الموضوع ده. يقول له فيكتور إن هو عرض الفلوس عشان ما عندوش وقت، إنما لو حابب يشارك معاه في الموضوع هو ما عندوش أي مانع، بس يبقى بره السجن في خلال شهر. وبيروح بعدها جيفري لصاحبه بي وشريكه في الجريمة اللي عملوها، وبيقول له إن في فلوس كتيرة جدا جاياله بس لازم يكون بره السجن، وهو عايزه يعترف على نفسه إن هو اللي قتل الراجل اللي قتله جيفري، وهو هيراعيه هو وعيلته للأبد وهياخد باله منهم. وبيوافق بيه على العرض وبيقول لصاحبه إن دي فيها كمان 10 سنين بس مش مشكلة طالما هياخد باله منه ومن عيلته. وبنرجع للوقت الحاضر لما كان بي بيفكر في كلام صاحبه جيفري واللي شكله باعه أصلا وما سألش فيه ولا في عيلته، وعشان كده خطف ابنه أليكس. وبيقول بيه لأليكس إن هو هنا عشان يعرف حقيقة أبوه. وبتروح كارولين لنيكو وبيبقوا هما الاتنين مش عارفين يعملوا إيه، وبيجوا جيرت ومولي. وبعدها بتطلع نيكو الصولجان اللي سرقته من أمها وبتحاول إنها تشغله، وبتقول له يوريهم المكان اللي موجود فيه أليكس، وبيشتغل فعلا الصولجان وبيطلع منه ضوء. وبعدها يحاولوا يوصلوا لتشيس بس بيكون مع أبوه عامل تليفونه صامت. وبنروح لبي اللي بياخد أليكس البيت قديم وبيقول له إن أبوه وعده لو اعترف بجريمته هيتكفل بيه وبعيلته لباقي حياته، بس ما عملش أي حاجة من دي. وبيتصل بعدها بي من تليفون أليكس على جيفري، وبيتصدم لما بيشوف بي بيكلمه من تليفون ابنه، وبيقول له بي إن هو عايز $1 مليون كاش عشان خاطر يسيب ابنه قدامه ساعة عشان ينفذ. وبيتصل بعدها جيفري بالمحقق الفاسد فولرس وبيقول له إن هو عايز 3 رجالة بعربيات من غير نمر حالا. وبيتحركوا بالعربية نيكو وكارولين وجيرت ومولي وبيطلعوا بسرعة ورا الضوء اللي طالع من الصولجان. وعند أليكس وبي بيحصل ضرب نار عليهم من جيفري والرجالة اللي جابهم له فولرس، وبيبقى واحد
واحد من رجاله بي عايز يضرب جيفري، بس أليكس بيضربه بالنار وبيتصدم جيفري لما بيشوف ابنه قتل واحد وبياخد من ايده المسدس بسرعه، بس يقدر بعدها بي يمسك أليكس ويحط المسدس على دماغه وبيدخله في العربيه. وبيوصل في اللحظه دي البنات وبيبقوا شايفين اللي بيحصل ومش عارفين يعملوا ايه، وبتتحرك العربيه بتاعت بي وما بيقدرش جيفري يعمل حاجه لانه خايف على ابنه، وبيتحركوا ورا العربيه البنات وبيقف بي في الاشاره وهو خايف لا ظابط يمشي وراهم لو كسروا الاشاره. وبتنزل نيكو من العربيه وبتحاول تعمل اي حاجه بالصولجان، بس شكل العمليه بتفشل. وبتنزل بسرعه مولي وبتقول لهم يسيبوا الموضوع ده عليها، وبتشيل مولي العربيه لما بتتحول عينها وبينزلوا بسرعه بي والسواق ومعاهم أليكس. وبتيجي كارولين وبتشيل الاسوره بتاعتها وبتطلع من ايدها اشعه ما بتخليهمش يشوفوا اي حاجه، وبيتحرك بسرعه أليكس ناحيتهم وبعدها بيرفع عليهم بيه السلاح، بس بيوصل تشيس وهو معاه اختراع كان بيشتغل عليه وبيطلع منه اشعه بتحدف بيه بعيد عنهم. وبعدها بتحاول نيكو تشغل الصولجان وبتقول له يحميهم، وبيقوم بيه وبيقعد يضرب عليهم نار، بس الصولجان بيبقى عامل هاله حمايه عليهم كلهم. وبعد ما بيخلص مسدس بيه بيجري بسرعه من قدام الشله وهو خايف لا يعملوا فيه اي حاجه، ويفرحوا كلهم ان طلع عندهم قدرات خارقه. وبتنام مولي كالعاده بعد ما بتستهلك قوتها الخارقه، ويروحوا بيتجمعوا كلهم مع بعض. وبتقول مولي للفريق كله ان مش هم بس اللي عندهم قوه خارقه، كمان جيرت عندها ديناصور في البيت بتقدر تتحكم فيه. وبيتصدموا كلهم لما بيسمعوا الكلام ده بس بيفرحوا. وبنروح لجيفري اللي اخد الولد اللي ضرب عليه أليكس نار ولسه فيه الروح، وبياخدوا على باقي الفريق المريب بتاعه عشان يحطوه في التابوت، وبيدوا له البتاع اللي شربته ديستني وبيحطوه في التابوت، بس المره دي في الاوضه اللي بتدخلها ليزلي في الكنيسه. والمره دي تقول لهم ليزلي ان الموضوع نجح ولازم كلهم يطلعوا بره دلوقتي، وبتبقى فرحانه قوي ليزلي ان اخيرا الموضوع نجح. وبتروح نيكو عشان تحط الصولجان مكانه، بس بتلاقي امها في وشها وبتحاول نيكو تبرر ان معاها ليه الصولجان، بس امها بتقول لها ان كانت هتعرف موضوع الصولجان سواء دلوقتي او بعدين، وهي عارفه انها الشخص الوحيد بعدها اللي بيشتغل معاه الصولجان لان الحمض النووي بتاعهم شبه بعض، وتخليه معاها النهارده ولازم تعرف انها بتثق فيها. وعند تشيس وابوه فيكتور يقول فيكتور لابنه ان هو عنده سرطان في المخ وما قالش لاي حد غيره لغايه دلوقتي، وبيزعل تشيس على ابوه وبياخده في حضنه. وعند ليزلي بيطلع الشخص اللي جسمه كان متقشر ده هو جون اللي راح لجيفري السجن قبل 18 سنه وعمل مع الصفقه. وبنرجع بالزمن 15 سنه لما بيروح جون ومعاه جيفري وكاثرين، وبيقول لهم ان هيديهم البيت بتاعه بس بشرط ان في اجتماعات هتتم في البدروم بتاع البيت ده ولازم محدش يعرف عنها حاجه، وهم كمان هيبقوا مشاركين فيها. ونروح لاول اجتماع ليهم واول مره يلبسوا فيها اللبس الاحمر العجيب، وبيبقى موجود معاهم جين وأليكس اهل مولي اللي ماتوا. وهناك يدخلوا ولد من الكنيسه اسمه بروك للتابوت، وبيتحول التابوت لنور جامد. وبعدها بتقول لهم ليزلي ان الولد ده اتحول لطاقه موجوده في التابوت، وان كل اللي حصل ده اتصور وكلهم مشاركين في الموضوع. وبيتصدموا كلهم عشان ما كانوش عارفين ان الموضوع هيبقى اخرته كده. وبتقول لهم ليزلي انهم اكيد كانوا عارفين ان جون هيطلب منهم يعملوا حاجه مقابل العز والفلوس اللي كان عمال يوزعها عليهم السنين اللي فاتت، وده وقت رد الدين. ونرجع للوقت الحالي لما بيقول جون لليزلي انه عايز يشوف بنته بعد المده الكبيره اللي ما شافهاش فيها. ونروح لفيكتور اللي كان بيسمع كل كلمه بيقولوها جانيت وروبرت في العربيه، وانهم بيخونوه مع بعض وبيقولوا انه وحش وعديم الاحساس. وبنروح لحفله كبيره خاصه بالتبرعات بتاعه شركه برايت بتاعه تينا وروبرت، ويروحوا في الحفله شله أليكس، وبيحاولوا نيكو وأليكس يدخلوا لاوضه الخوادم بتاعه الشركه عشان يحاولوا يدوروا على اي معلومات ممكن تفيدهم، وكمان بتساعدهم في ده جيرت اللي بتلهي الامن اللي هناك. وكارولين بتبقى قاعده بتشرب ومعاها تشيس، وبتقع من ايدها الازازه وبتقع وراها، وبيحاول تشيس يمسكها بس بيقدر يمسك الاسوره بس بتاعتها. وبيبص على كارولين بيلاقي القدره الخاصه بتاعتها انقذتها من الموت وبقت بتطير في الهواء. وبيطلع فيكتور يقول كلمه في الاجتماع اللي بيضم كل الطبقات الراقيه وهو تعبان، ويقول للناس كلها ان مراته بتخونه مع روبرت، وبعدها بيقع في الارض ويشيلوه ويدخلوه في اوضه. وبيقول لهم تشيس ان ابوه عنده ورم في المخ وكان مخبي الموضوع ده عنهم كلهم. وبيطلب فيكتور من ابنه ان امه تطلع بره الاوضه، ويدخل بعدها جون عليهم وبيقول للكل يطلع بره ما عدا ليزلي ودالي يفضلوا. ويفتح جون شنطته بيطلع منها حقنه شكلها غريب، وبيسرق دالي الامبول بتاع الحقنه في جيبه، وبيدي جون الحقنه لفيكتور وبيقول له ما يقلقش هيبقى كويس. وبينجحوا أليكس ونيكو انهم يطلعوا شويه بيانات من الخوادم، وبينزلوا بسرعه. وبتسيب جيرت الحراس اللي كانت بتلعب معاهم وتنزل هي كمان. وبتقابل نيكو تشيس وبيقول لها تشيس ان ابوها بيخون امها مع امه. ويروح جون ويوقف كارولين وبيقول لها انه صديق لامها من مده كبيره، وهو مبسوط قوي ان اخيرا شافها، وشكل كده كارولين تبقى هي بنته. وتروح مولي لكاثرين وبتحاول تطلع منها معلومات عشان تعرف اكتر عن ابوها وامها، لكن بتبوظ الدنيا وتفضح نفسها. وبتقول لكاثرين انها كانت في البدروم الليله اللي كانوا لابسين فيها احمر بس ما شافتش اي حاجه. وبتوصل ستيسي وبتاخد مولي ويمشوا من المكان. وبعدها تقول كاثرين لجيفري ان مولي كانت موجوده في الليله المشؤومه واكيد شافت كل حاجه.
بعد كده بنرجع للزمن 25 سنة لورا، وبتكون جانيت موجودة في السينما وبيتكلم معها فيكتور لو نفسها تسافر عبر الزمن. وبعدها بنشوفه وهو شايل طفل وبيكون مبهور بالطفل اللي خلفه. وهنا بتيجي رسالة لفيكتور من ابنه وبيتأسف ليه وبيحذره من فيستيجيرنز. وبعد كده بنروح لكاثرين وبيكون جوزها قلقان من مولي وخايف ان هي تكون عارفة حاجة، لكن كاثرين بتقول له انها بتحاول تعرف اذا كانت تعرف حاجة ولا لا. وبعد كده بيقول لها ان أليكس مش على طبيعته من امبارح. وبيدخل أليكس وبيسألهم اذا كان في حاجة، لكن ابوه بيقول له انهم بيتكلموا عنه هو ونيكو اذا كان في بينهم مشاعر اتجاه بعض. بعد كده بيسيبهم وبيمشي، وبتقرر كاثرين ان هي تفتش كل متعلقات أليكس، وده لان هي قلقانة من مولي. وبنرجع تاني لفيكتور وبيفكر في رسالة ابنه القديمة، وبيجي تشيز وبيطمنه ابوه وبيحضنه وبيمشي. وبتتكلم مامته مع أليكس وبتتمنى تصلح علاقتها بفيكتور، لكن أليكس بيقول لها انها اتخلت عنه لما هو كان مريض، بس هي عندها امل انهم يرجعوا عيلة سعيدة زي الاول. وأليكس هنا بيسيبها وبيمشي. بنروح بعد كده لنيكو وبيجي روبرت وبيعتذر لها عن خيانته لامها، وبتحضنه نيكو وبتقول له ان مامتها اكيد هتقدر ده وتديله فرصة تانية. بعد كده بنروح لفرانك وديزي، وبيكون في شخص بيموت وفاقد للوعي، وبتكون ديزي عايزة تشيل الأجهزة من عليه، لكن فرانك بيقرر ان هو ينقذ الشخص اللي بيموت، وده بيعصب ديزي، بس هي بتقول له ان اللي عمله ده ليه عواقب مش هتكون كويسة. وبنروح بعدها لأليكس ونيكو، وبتقول له نيكو انها مش هيفرق معاها ان كل عيلتهم يدخلوا السجن، وبتسأله هو عرف ازاي يدخل مكتب مامتها. بعد كده بتتجمع كل الشلة، وبيسأل تشيس أليكس عمل ايه في الفيديو، لكن أليكس بيقول له ان هو شغال عليه وبيحاول يفتحه، وكمان ابوه وامها شاكين فيه. وفجأة مولي هنا بترتبك وبتتأسف لهم، وبتقول لهم ان في موضوع عايزة تقول عليه، وبتقول لهم ان مامتها شكت فيها لما راحت لحمام المطعم، ولما شافتها ما رجعتش، راحت لها ولقيتها في الشارع فاقدة الوعي. وكمان قالت ان هي دخلت المكان لكن ما شافتش حاجة، وبيقول لها ليه ما قلتيش، لكن هي بتقول له انها حاولت تقول اكتر من مرة لكن هم مش بيصدقوها، وبتتعصب عليهم وبتسيبهم وبتمشي. بعد كده بنروح لوالد مولي وستيسي، وبيكون بيكتشف حمض نووي جديد، لكن بيقع على ايده عينة من الحمض، لكن هو طبعا مش بيهتم. بيجي جون عند ديزي وبيطلب منها انها تكون معاه علشان الكنيسة ما بقتش زي الاول. وبنرجع تاني لوالد مولي اللي بيكون فرحان عشان اكتشف علاج الشيخوخة، وبتتصل كاثرين وجوزها بستيسي وبيطلبوا منها تقابلهم لان في موضوع يخص مولي. وبنروح بعد كده لدين فرانك وبيلاقي صورة بنت، وبيفتكر ابوها خيانة مراته ليه. بعد كده بنروح لأكاديمية أطلس، وبيكون كل اهل الشلة متجمعين في المؤتمر. وبعد كده بتقابل ديزي مامة نيكو، وبتكون واقفة وبتبص على بنتها وبتكلمها عن جوزها اللي بيخونها مع جانيت، لكن هي بتقول لها ان عيلتها اهم حاجة عندها. وبعد كده بتروح ديزي عند جانيت وبتقول لها ان هي تتمنى ان هي تهتم بجوزها بعد ما استعاد صحته. وهنا بقى بنشوف جوز جانيت وبيشكر روبرت ان هو اعتنى بجانيت في وقت مرضه، وبيكون فيكتور متضايق منه، لكن بتيجي جانيت وبتبعدهم عن بعض. بعد كده والد وام مولي بيقابلهم كاثرين وجوزها، وبيطلبوا منهم يروحوا معاهم عشان يتكلموا مع بعض، وبيكونوا شايفينهم من بعيد تشيز وكاثرين، وبيعرفوا ان الموضوع يخص مولي، وبيطلب منها انها تتصل بالشله كلها. وبيقول لوالد مولي انهم لازم يتعاملوا مع مولي عشان رادار جونا هيتعقبها وهم هيهتموا بالباقي. وبنروح للشله اللي بيتكلموا بيقولوا ان اهلهم لازم يتحملوا مسؤوليه اللي هم عملوه. ودين بيجي عند ديزي وبيوريها الصوره، وبيقول لها ان الصوره دي بتجيله في احلامه وذكرياته، وبتطلب منه ديزي ان هو لما يروح البيت هتتكلم معاه، لكن هو بيرفض يأجل الكلام لانه مش هيروح معاها البيت. وبيسألها عن جون هو مين، وبتقول له ان هو جه لابوها زمان، وبيسألها اذا كان فعلا شاف الطيف بالكامل ولا هو كائن مش بشري زيهم. بتقول له ان هو كده فعلا. وبنروح لوالد تشيس وبيهدد شخص ان هو يعتذر لابنه ويرجعه الفريق اللاكروس. بعد كده بنروح لمامة تشيس وبيقابلها روبرت وبيسألها ليه مش بترد على تليفوناته، وبيطلب منها ترجع ليه زي الاول، بس هي بترفض لان دلوقتي علاقتها بجوزها اتحسنت. وبتسيبه بعد كده وبتمشي، وبتيجي مراته وبتشوفه وهو بيعيط عليها لكن مش بتتكلم وبتسكت. بعد كده بنروح عند بيت مولي وبتدخل وبتلاقي ابوها وامها بيوضبوا متعلقاتها، وبتسالهم هم بيعملوا ايه في اوضتها، وبيكونوا عايزينها تسافر لابن عمها، لكن مولي بتتعصب عليهم لان هي حست انهم عايزين يتخلصوا منها، وبتنفعل جدا عليهم. وبتيجي جارت اختها وبتدافع هنا عن مولي، لكن مولي كانت هتتحول عليهم، بس جارت بتاخدها وبتهديها وبتطلب منها تسمع كلامهم في الوقت ده. وبنروح لتشيس وابوه بيتعصب عليه وبيزقه تشيس، لكن ابوه بيلبس اليد وبيصعقوا بيها، ولسه هيخلص على تشيس بتقتله مراته بالمسدس. وبيجي روبرت عشان يشوف ايه اللي حصل، لكن هنا تشيس بيقوم وبيكون عشان يطرد روبرت. وبتيجي مرات روبرت وبتقول له ان تشيس عيلته عانت منه كتير والافضل ليه انه يسكت. وبعد كده بنشوف كاثرين وجوزها عند تشيس، وبتقول مرات روبرت انهم مش هيقدروا يتصلوا بالاسعاف ولا الشرطه عشان
امه كده هتتحبس لان هي قتلت ابوك بمسدس عشقها، والشرطه كده هتعرف ان ابوك اتقتل بسبب عشقها. وطبعا كاثرين بتقول لتشيز انهم بيعتنوا بعيلتهم لانهم منظمه خيره، وبيطلبوا منه ان هو ياخد امه ويطلعوا الغرفه بتاعتهم وهم هيعتنوا بابوه. وفعلا بيضطر ان يسمع كلامهم لان تشيز عارف ان هو وامه في خطر لو اعترض على كلامهم. وبعد كده بيتصلوا بوالد مولي وبيوصلوا عند كاثرين وبيطلبوا منهم انهم يتصرفوا ويحاولوا ينقذوا ابو تشيز، وبيكونوا مش عارفين هيعملوا ايه لانه نزف كتير ومفيش اي ادوات للاسعاف عشان ينقذوه. بعد كده بنروح لجريت اللي بتكون قاعده عند الديناصور وبتتكلم معاه، اما تشيز بيتصل بكارولين وبيقول لها على اللي حصل مع ابوه. بعد كده بنشوف ديزي بتتصل بدين وبتقول له انها هتعرفه على الناس اللي هي هتعرفها. وبعد كده بنشوف كارن بتتصل بجريت وبتسالها عن مولي، لكن جريت بتقول لها ان هي راحت تقعد عند قريبتها لان ابوها وامها طلبوا منها كده. وبنرجع تاني لكاثرين وبنشوف دين فرانكو وهو بيستخدم قوه الصندوق عشان يقدر يعالج والد تشيز، بس للاسف بيموت منهم. بعد كده بنشوف كارن وجريت وهم في العربيه ومعاهم الديناصور، وبيشوفوا جون وهو جاي بالعربيه بتاعته وبيوصل لمكان الجريمه، وبيسالوا بعضهم مين اللي عرف جون انهم هنا ومين كمان اللي قال على جريمه القتل. وبنعرف منه ان تينا هي اللي قالت له، وبيقول لهم ان هو هيخليه يرجع للحياه زي ما هو رجع. وبنعرف ان هو عشان يرجعه للحياه هيحتاج لجسم واحد تاني عشان يرجعه، وبيكون اختار جسم مراته لكن بتكون معترضه على اللي هم هيعملوه. وجون بيقول لهم لو ما قرروش مين اللي هيضحوا بيه كلهم هيموتوا، وكمان بيفهمهم ان حتى اولادهم هيموتوا. وفي الاخر جون بيفض الخناقه وبيجبر ام تشيز ان هي اللي تدخل في الصندوق او ابنها، لكن المفاجاه بيقرر روبرت ان هو اللي يضحي ويدخل الصندوق، لكن تينا بتقرر انها تدمر الصندوق عشان تنقذ جوزها بالمرايه. وبنرجع لأليكس اللي فتح شفره الفيديو وعرف سر الصندوق، وبعدها بيقرروا انهم يخلوا فيكتور جوه الصندوق عشان يفضل على حالته وما يموتش، وبياخد الصندوق جون وبيمشي. بعد كده بنشوف أليكس بيقابل الشله وبيقول لهم ان هو معاه دليل عشان يحبسهم كلهم، لكن تشيز بيعترض عشان لسه ما يعرفوش هما بيفكروا في ايه، وكمان ابوها هيموت. بعد كده بنشوف تشيز بيدمر الدليل كله، وبنشوف روبرت بيقول لنيكو ان امها ادته فرصه تانية انها تسامحه. وهنا أليكس بيشوف امه وهي في التلفزيون وبتقول ان جوزها سافر لانه هو عنده ورم في المخ وبيتعالج منه، لكن امل علاجه ضعيف. ولما بترجع البيت بيسالها أليكس ابوه راح فين، لكن امه بتحذره ان هو ياخد باله من نفسه. وبعد كده بينزل المدرسه وكل زمايله بيتعاطفوا معاه بسبب مرض ابوه، وبيروح بعد كده يعتذر لأليكس عن اللي عمله في اللابتوب بتاعه. وبنشوف بعد كده كل اهل الشله متجمعين عند موقع بنا ضخم وبيرحب بيهم جون وبيشغل معدة عملاقة على شكل صاروخ. بعد كده بنشوف إدارة المشروع بتاعة جون بتطرد كل العمال القدام، وبيكون في فرد أمن جاسوس لجيفري. ومولي بتيجي تقابل الشلة وهي متخفية في المدرسة ومعها شريط فيديو قديم. بعد كده بتروح معاهم وبتشغل الشريط وبتقول لهم إن الشريط ده عرفت إن هو يخصها، وبيكون راجل وست، وبيقولوا لها إن قبل ما تتولد كانوا جزء من منظمة تسمى برايد، والمنظمة دي كانت بتعمل خير كتير في المدينة. وبيقولوا إنهم شاكين في حاجة كبيرة وإنهم هيحفروا في الأرض تحت المدينة لأن في حاجة مدفونة في المدينة، وإن اتقال لهم إن ده مصدر للطاقة المتجددة وهيكون ليه شأن في إنها تعمل خير للكوكب كله. وهم كمان شاكين في اللي هيعملوه، وإن اللي بيعملوه ده حتى لو كان فعلا خير ممكن ما يعرفوش عواقبه إيه، لأنه هو ممكن يعمل زلازل كارثية ويحصل انفجار أو حرائق ضخمة. وكمان لقيوا عينات في الصخور وفي فيروسات وجراثيم. وطبعا الشلة بتكون مش عارفة تعمل إيه، وجريت بيقول إن أهلهم اتحولوا من قتلة محترفين لعيلة حنينة، وبيقرروا الشلة إنهم يتحدوا ويوقفوهم مهما هيحصل لهم. بعد كده جون بيطلب من أهل الشلة إنهم يتجمعوا عنده في البيت، ولما بيوصلوا بيسألهم عن الأولاد يعرفوا عنهم إيه، لأن الأولاد بيكذبوا عليهم. وفجأة بيجيبوا سيرة مولي، لكن جون بيقول لهم إن ليلة التضحية اللي فشلت أولادهم شافوا كل حاجة وكانوا رايحين للشرطة، وكمان اخترقوا المعالج، وبيقول لهم هيديهم فرصة تانية يراقبوا أفعال أولادهم. وفعلا كل واحد من الفريق بيدور على أولاده بيعملوا إيه دلوقتي، وبيلاقوا إن الأولاد أخدوا كل حاجة مهمة تخصهم وراحوا موقع الحفر، وبيحاولوا يدخلوا الموقع وبيكون جيفري بيراقبهم. وبعد كده الحارس بيتصل بفرانك وبيقول له إن الأولاد عايزين يدخلوا الموقع، وطبعا بيديله الإذن إن يدخلهم، وبيكون ده بأمر من جون. وبعد كده بيوصلوا لمكان الحفرة وبيقرروا إنهم يدمروا الحفرة دي، ومولي بتزق الشاحنة بقوتها الخارقة للحفرة، لكن بتيجي أهاليهم وبيوقفوهم، لكن الأولاد بيقرروا إنهم هيقتلوهم لو اتدخلوا. وبيطلع المسدس أبو مولي وبيقتل الديناصور، لكن تشيز بيطلق عليه الصاعق، وبتقدر أم نيكو إن هي تعمل حاجز بالمراية، وكارون بتصعقهم بقوتها الخارقة وبتأثر فيهم. أما مولي بيضربها جون وبيحاولوا يوقفوا جون عن أذيتهم، لكن جون بيضربهم بصاعق كتحذير ليهم. بس الأولاد بيتحدوا مع بعض حتى الديناصور معاهم وكلهم ضد جون. كارون بتقول لهم إنهم لازم يهربوا لأن جون جاي لها. وبعد كده بنعرف إن جون في نفس قوة كارون وبيصعقها أول صعقة، وبعدها بيفضلوا يصعقوا بعض وبيعملوا وميض بيدمر المكان كله والكهرباء.
وبتروح الاولاد يطمنوا على كارون، لكن بتكون اختفت هي وجون وبيهربوا من المكان. وتاني يوم الصبح بيدوروا على مكان عشان يعيشوا فيه بعيد عن اهلهم، وبيقرروا انهم هيعملوا ايه وبيدوروا على كارون. بعد كده بنشوف كارون محطوط لها كمامة صناعية وعند ديزي، وبيكون جون معاها، وبتكون كارون فاقدة للوعي. بعد كده بتفوق من النوم وبتسأل جون ايه اللي جابها هنا. بيقول لها جون ان هو ابوها الحقيقي ومستعد ان هو يديها قوته الخارقة كلها. وهنا مامة مولي وباباها بيشغلوا جهاز الزلازل، وفعلا بيلاقوا كائن حي بيتحرك تحت الارض. وكاثرين وجوزها بيكونوا شاكين في جون ان هو خافي ابنهم، بس أليكس بيراقبهم من بعيد. ومولي وأليكس بيروحوا وبتفتح مولي الباب بقوتها وبتكسره، وبيطلع ده مكان كارون، بس اللي معاها بيخاف وبيهرب. والاولاد بيهربوا منهم وبيكون الامن بيدور عليهم، وبتكون باقي الشله مستنيينهم. وبعد كده بنعرف ان اللي خلت جون يعمل كده هي ديزي. وبعد كده جيفري بيقابل أليكس وبيتحد مع أليكس، وديزي بتقابل باقي اهالي الاولاد وبتقول لهم ان جون بيستخدمهم لمصلحته، وبيعرفوا كده انهم اللي بيعملوه ده غلط ولازم يصلحوا غلطتهم، وبيقرروا انهم يقتلوه. اما جون وفرانك هنا بيلاقوا تابوت كبير جدا واكتر قوه. اما الاولاد بيلاقوا نفسهم موجودين في الاخبار وهم المسؤولين عن جريمه القتل، وبيقرروا انهم يختفوا عن كل انظار الناس في امريكا. وبكده بيكون خلص ملخص الموسم الاول من مسلسل راناويز. وما تنسوش تعملوا لايك على الفيديو وتشتركوا في القناه لو انتوا جداد معانا.